اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفة النهاردة كانت كنافة بالمانجا من غير فرن ولا خلاط. تعالوا معايا نشوف عملتها ازاي. اول حاجة كده المكونات معانا: كوباية مية سخنة، كوباية مية باردة، كيس جيلي، نص بولة مانجا يعني نص مانجاية، وحسب الرغبة لو عايزين تكتروا براحتكم خالص. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني لايك واشتراك في القناة بتاعتي طبخ وتزيين ماما عشان تكبر بيكم وليكم، ويا رب وصفة النهاردة تعجبكم. ونقول بسم الله. طب انا ليه عملتها في الكبة؟ علشان انا عايزة يكون فيها قطع، ما تبقاش مطحونة في الخلاط على الاخر. انا عايزة الجيلي يبقى فيه قطع. وطبعا الجيلي ده عملته اول حاجة علشان هشيله للتلميع، وده بيتحط اخر حاجة، وعلشان كده عملته في الاول عشان بياخد وقت كبير قوي في التلاجة او في الفريزر. زي ما انتوا شايفين كده هنحط الاول المانجا، وبعدين هنضربها ضربتين كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. هنضربها ضربتين، ولازما نضرب الحاجة كويس قوي علشان الجيلي ده بيبقى فيه حبيبات كده، لو ما انضربتش كويس هتبقى مش لطيفة وهتبقى كأنك ما عملتيش اي حاجة. عايزة اقول لكم ان انا نزلت فيديو عن تربية الفراخ البيضة، يا ريت تشوفوه تقولي لي ايه رأيكم. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده انا فضيت محتويات الكيس وفضيت بقية المية السخنة، وبعد كده هنبدأ في الخليط. لما نحس ان الخليط تجانس مع بعضه، ولو حسينا ان لسه في تكتلات كده زي السكر، هنروح حاطينه في بولة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بالمضرب اليدوي وهنضرب بايدينا كده زي ما انتوا شايفين. الوصفة دي جميلة قوي يا ولاد، لان الكهرباء بتقطع كتير قوي في الشتاء، وكده ممكن نعملها على ايدينا من غير اي كهرباء. زي ما انتوا شايفين كده هنحط بقى المية الدافية، وهنفضل نقلب نقلب، وبعدين هنحط سكر حسب الرغبة. انا هحط كوباية سكر كاملة لاني هعمل القشطة الكدابة، مش هحط فيها سكر خالص، يعني ممكن احط ربع كوباية سكر علشان يبقى طعمها زي القشطة. بعد كده هنجيب الخليط بتاع الجيلي ده وهنحطه في الفريزر. زي ما قلتلكوا انا عملته اول حاجة علشان يلحق يتجمد على ما اخلص بقية الوصفة بتاعتي. الفيديو مش هياخد منكم اكتر من 10 دقايق، بس هتعرفوا تكات الكنافة بالمانجا كويس احسن ما اجري الفيديو وبعد كده تقع منك حاجة كده ولا كده، مش تعرفي تعمليها يعني مظبوطة، مش زي ما شفتيها في اول الفيديو. وبعد كده اهم حاجة يا ولاد، لما تيجوا تحطوا الطبقات ما تحطوش الطبقات سخنة على بعضها عشان ما تتكتلش في بعضها، بيبقى شكلها مش لطيف وتبقى اصلا مش حلو. طبعا في الوقت ده انا كنت جايبة الكنافة وحطاها في الفريزر علشان تجمد. بعد ما الكنافة جمدت جبتها زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي اهو، وقعدت افركها على ايديا. ممكن تحطوها في الكب عادي وممكن تفركوها بايديكم. انا فركتها بايديا كده وخليتها عاملة زي حبيبات البسبوسة بالظبط، لان انا عايزاها كده. شايفين هو ده بالظبط كان الشكل بتاعه، ولو تقدروا تصغروها عن كده كمان صغروها، مفيش اي مشكلة. تمام. هنجيب بقى السمنة البلدي، ولازم تكون سمنة بلدي علشان الريحة والطعم يبقى زي بتاعة المحلات بالظبط. هتجيبوها تقعدوا تشوحوا كده في الكنافة اللي انتم مكسرينها. وطبعا السمنة البلدي هنكون حاطين عليها شوية سمنة من التانية او شوية زيت عشان ما تتحرقش. انتوا عارفين طبعا ان السمنة البلدي بالذات بتتحرق على النار. طبعا بنوطي النار علشان لو ما وطيناش النار وهديناها هتلسع مننا الكنافة، وبالشكل ده هتبقى حتة محروقة وحتة لا، احنا عايزينها كلها زي بعضها. تحطي بقى معلقة سكر علشان تحسي بقى ان فرق. اول ما تحطي معلقة السكر هتحسي ان اللون اتغير على طول. كده حطينا اهو، وهنقعد نقلب فيها. بعد ما حطينا معلقة السكر اللون بيتغير. بصوا اللون بقى عامل ازاي. هنفضل برضو مستمرين في التقليب. ايديك هتوجعك شوية بس في الاخر ان شاء الله هتلاقي نتيجة كويسة. برضو انا عايزة لون اغمق من كده. هقعد اقلب زي ما انتوا شايفين كده. اثناء ما انا بقلب طبعا انا كنت جايبة اللبن مجهزاه، نص كيلو لبن، وحط عليه معلقتين زبدة، وحط عليه 3 معالق نشا، وقلبت كل ده على البارد. طبعا انا بقلب برضو الكنافة اهو. الكلام التاني ده انا مقلباه على البارد عشان اول ما هشيل الكنافة هحطه على طول على النار. تمام. فلازم تقلبوا الكنافة. انا عايزة بقى اللون ده بالظبط، هو اللون ده اللي انا عايزاه. وبعد كده اهي الخليط اللي انا مقلباه هنزود عليه بقى النشا، وهنقلب تاني
زودنا معلقة نشا وهنقلب تاني، هنقلب كويس قوي قوي علشان ما يبقاش فيه تكتلات. حتة الكتلة دي هي السمنة البلدي. ورفعنا الخليط ده على النار. بعد كده بقى هنجيب نص منجاية او اكتر زي ما انتوا عايزين، نحط فيها 3 معالق نشا وكوباية مية، وهنقعد نقلب فيها كويس قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده. وممكن نقلبها بالمضرب او باي حاجة عادي. وهنرفعها على النار ونركن بقى اللبن اللي احنا رفعناه على النار، عمل قشطة كدابة. وصوص المانجا اللي احنا عملناه برضو عمل صوص مانجا كده جميل. ولو عايزين تحطوا كاستر وتستبدلوه بصوص المانجا حطوا كاستر. بعد كده حطينا طبقة كنافة، وبعدين طبقة قشطة كدابة، وطبقة كنافة كمان. طبعا كل مرة بنحط فيها طبقة كنافة بنكون حاطين لها عسل زي ما انتوا شايفين كده. العسل ده شربات كنافة عادي خالص، كوباية سكر على كوباية مية على نص عصرة ليمونة على واحدة فانيليا. بعد كده حطينا الطبقة اللي هي صوص المانجا دي، وما تحطيش عليها حاجة وهي سخنة علشان ما يتلك يعني ما يتكعبلش كله في بعضه وما تعرفيش. هنا بقى مكعبات المانجا دي حطينا بالطول، قطعنا بالطول، بعد كده بالعرض، بعد كده عملت مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك، ده كان شكل المكعبات. رصينا المكعبات ورصينا حواليها شرايح مانجا. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة يا ولاد لو استفدتوا مني ولو بحاجة بسيطة. هنا زي ما انتوا شايفين انا رصيت المانجا، وبعد كده هجيب الجيلي احطه عليها، وبعد كده هحطها في التلاجة لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع. هتطلع بالشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. ما تنسوش لو استفدتوا مني لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. وده كان شكلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة عملنا مانجا، يا رب تعجبكم.